شكرا لهيئة المؤسسة على هذه الدعوة الكريمة. في الواقع يعني أنا أحتج على اعتباري ضيفا من ضيوف الاتحاد العام التونسي للطلبة. يعني أنا من أبناء هذا الاتحاد منذ يعني تأسيسه، وبسببه جندت في صحراء الجيل معتوه وفي جزيرة زنبرة، وبسببه يعني كذلك سجنت. يعني لست ضيفا على هذا الاتحاد، أنا أحد أبنائه وأحد عشاقه وأحد مناضليه، ولا زلت طالبا، زلت يعني مسجل في الجامعة. طلب مني أن أتحدث عن قضية مهمة، وقبل أن ننخرط في تحليل هذه الظاهرة هناك جملة من الشبهات هات لنرفعها، مجموعة من الشبهات هات نجيب عنها ليكون الحديث بدون مقدمات أو دون أحكام جائزة مسبقة. الشبهة الأولى أو الالتباس الأول الذي يجب يعني أن نوضحه هو مفهوم الإرهاب. الكثير يقول ليس هناك إجماع حول مفهوم الإرهاب، هناك التباس، هناك خلط، ليس هناك اتفاق حول مفهوم الإرهاب، وهذا غير دقيق. هناك اتفاق حول مفهوم الإرهاب، لكن غير المتفق عليه هو ما هي الأفعال التي ينطبق عليها هذا المفهوم. ممكن بكل يعني وضوح وبكل بساطة الإرهاب هو كل سلوك عنفي يمارس العنف المادي من أجل فرض نمط الفكر، نمط من السلوك، نمط من الانتظام السياسي. هذا الإرهاب. الإرهاب اللي يحب يجي يعمل دولة وإلا شكل من الانتظام السياسي ولا أحكام وإلا قوانين بشكل قهري باستعمال السلاح، ترهيب الناس حتى يقبلوا بشكل من الانتظام السياسي، شكل من الانتظام القانوني، نمط من السلوك، نمط من التفكير لا يعبر عن إرادة المجموعة. هذا هو الإرهاب. يعني إني أنا نستعمل العنف باش نرهبك، باش تخاف وتخضع لنمط من الاجتماع البشري، خلينا نقول بالمعنى السوسيولوجي، الاجتماع البشري اللي فيه الحكم وفيه القانون وفيه الثقافة وفيه نمط السلوك وفيه اللباس وفيه كل شيء. هذا نمط مجتمعي، اجتماع بشري. يعني هذا هو الإرهاب. فقيل يعني هذا المفهوم يعني يكاد يكون هناك اتفاق حول هذا المفهوم، لكن على من ينطبق هذا المفهوم؟ وما هي الجرائم، ما هي الأفعال التي يمكن أن تندرج في هذا المفهوم؟ هذا مختلف حوله. يعني لازم نميزه بين المتفق عليه هو اللي كنت نحكي فيه وبين المختلف حوله، وهو التكليف القانوني للأفعال التي يمكن تصنيفها ضمن دائرة الإرهاب. اللي حرض مارس ولا مارسش، يطلع إمام يعني في خطبة جمعة ويقول كلاما يستفاد منه أنه يشجع، وإلا يجي واحدة تصير عملية إرهابية تزغرت، هل الفعل إرهابي وإلا لا؟ يعني يعتبر كأنه تشجيع ولا احتفاء ولا كذا. هذه المسألة لازم تفهموها. كل سلوك عنف سواء كانت مرجعيته دينية أو إيديولوجية أو فلسفية، على اليمين أو على الشمال، كل سلوك عنفي القصد منه إكراه الناس على شكل الانتظام الاجتماعي هو سلوك إرهابي. عمله متدين، عمله ملحد، عمله عربي، عمله أجنبي، هذا يصنف ضمن دائرة الإرهاب. هذه الأولى. مش احنا ندخل في الموضوع ما تبداش عنا يعني التباسات. الالتباس الثاني، هذا الإرهاب هذا خليقة ولا صناعة؟ يعني هذا الإرهاب هل هو من داخل المجتمع أو هو ظاهرة مصطنعة مغروسة مستنبتة في أرضنا تحركها أيدي خارجية؟ يعني احنا ما عندناش إرهاب، الإرهاب جانا من برا وتحرك فيه دوائر أجنبية باش تخرب مجتمعنا وتخرب ثورتنا. كيف هذا الالتباس يعني معناتها الفكرة الموضوعية فيه هي فكرة
قائمة على أسس علمية. يعني علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أن الظواهر الاجتماعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصنع. ليس هناك أي قوة خارجية بإمكانها أن تصنع داخل بلد معين ظاهرة اجتماعية. ممكن تصنع أتباع أو عملاء، لكن لا يمكن أن تصنع ظاهرة اجتماعية. واليوم الإرهاب في مجتمعاتنا ليس مجرد أيادي يعني تنفذ، هو ظاهرة اجتماعية تعبر عن نفسها من خلال عشرات الآلاف من الكتب السيارة المنشورة، من خلال عشرات الآلاف من المواد الثقافية الفنية، عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من أشرطة الفيديو التي فيها خطب وفيها دروس وفيها مادة فنية وفيها أناشيد من صليل الصوارم كذلك. ولا عندنا شنو البثار هذا الشريط الجديد هذا تاع الصوت البثار ولا هذا ليه نهارين أوتاد. دونك مش ممكن هذا كل المادة هذه تصنع من طرف أيادي خارجية. لكن نفس الشيء علم الاجتماع يقول لنا أن الظواهر الاجتماعية الهشة يمكن أن تكون مخترقة. يعني أقصى ما يمكن تصوره في هذه المسألة أنه عندنا ظاهرة اجتماعية نابعة من داخل واقعنا، لكن هناك قدر من الاختراق والتوظيف، يمكن أن توظف، يمكن أن تخترق، يمكن أن يزرع فيها بعض الأشخاص. هذه النقطة الثانية، يعني مفهوم قضية يعني مصنوعة أو يعني هي نابعة من داخلنا. النقطة الثالثة وهذا ممكن يكون موضوع مع الأستاذ العزيز الحبيب روح بن غلام، حتى مع أخونا اللي هو مباشر الظاهرة ويحاولها بأشكال متعددة في موقع الإمام. يعني كذلك يقال إنه التهميش الاجتماعي والفقر والبؤس والتفكك الأسري والهشاشة النفسية هذه كلها معطيات صانعة للإرهاب، وهذا فيه مقدار يعني من الصحة. يعني اليوم خريطة التهميش الاجتماعي تقريبا هي نفسها خريطة الإرهاب، يعني الأعمال المصنفة ضمن الإرهاب. لكن نفس الشيء يعني علم الاجتماع الديني، علم اجتماع الظواهر الدينية يقول لنا أن الفقر والبؤس والقمع ويعني التهميش الاجتماعي كلها عوامل محفزة، دي فاكتور كاتاليزور، وليست هي المعطيات الصانعة للظاهرة. من أهم علماء الاجتماع الديني اللي تحدثوا على الظواهر الدينية روبرت ميرتون، يصنف العوامل المؤثرة في الظاهرة الدينية ويعتبر أنه المعطيات اللي كنت نحكي فيها المتعلقة بالتهميش والفقر يعني معطيات اجتماعية حاضرة، لكن المعطى البارز والمحدد هو المعطى المرجعي، الفاكتور ريفيرنسيال. يعني الإرهاب أو السلوك الإرهابي اللي اتفقنا على أنه إرهابي يعني بالإضافة إلى أنه متأثر بالمعطى الاجتماعي الفقر والبؤس واليأس والإحباط والقمع والاستبداد، يعني العامل البارز فيه هو ما تشكل داخل العقل من أفكار ورؤى وتصورات. هذا الجانب المرجعي اللي هو الجانب الأساسي اللي مش نحكي عليه. النقطة الأخيرة اللي تمهد الحديث هذا يعني استعمال مصطلح الإرهاب. هل يمكن أن نجد حرج في استعمال مصطلح الإرهاب؟ يعني أنا لا أجد حرجا في استعمال مصطلح الإرهاب، لأن من يسمون بالإرهاب لا يستنكفون من هذا، هم يعتبرون أنهم يعني إرهابيون ويتشرفون أنهم إرهابيون على اعتبار أنهم يميزون بين إرهاب محمود وإرهاب مذموم. الإرهاب المحمود هو الإرهاب اللي وارد في الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هم يعتبرون أن ما يمارسونه هو الإرهاب المحمود، وكل أشكال مقاومتهم تصدي لهم من طرف الدولة والمجتمع هو الإرهاب المذموم. يعني هم الإرهابيين المحمودين، واحنا إذا كان ضد السلوك هذا الإرهابيون المذمومين.
الفاكتور ريفرنسيال. يعني ما الذي يحدث في عقل شخص يعني يتبنى السلوك العنفي؟ يعني ما الذي يجعل شخصا يقطع رأس شخص آخر ويعتبر أنه بذلك يتقرب إلى الله ويرتفع عند ربه؟ ما الذي يجعل شاب تونسي طالب جامعي أو شاب يعني تلميذ أو شخص لم يواصل دراسته يعني يعيش داخل المجتمع التونسي، ثقافة المجتمع التونسي المعروفة بكل ما لها وما عليها؟ ممكن هذه الثقافة التوانسة العامة ربما فيها نقاط إيجابية وربما فيها نقاط سلبية، ربما فيها نقاط أصيلة وفيها نقاط يعني متدهورة، لكن عموما كيف ينتقل من هذا الضمير الثقافي العام، من المزاج الثقافي العام، ويصبح يعني متبنيا لفكر العنف، يعني قرع أبواب الجنان بالجماجم المقطوعة، بالرؤوس المقطوعة. يعني شنو اللي يحصل؟ شنو اللي يحصل في مخه وفي وجدانه؟ اللي يحصل في وجدانه حدثتكم عليه جزئيا، وسيراوفي حدثتكم عليه بالتفصيل. اللي يحصل في الوجدان الإحباط واليأس ولا النونسانس، انه يبحث على معنى لنفسه، كان بائس محقور محروم، فجأة يولي معناتها أبو فلان والأخ الفلاني وقيادي، يولي يخطب في وسط الناس وعنده منبر وعنده أتباع. هذا يحصل في وجدان الإنسان. يعني التوجه هذايا يعطيه قيمة بعد أن كان محقورا، وهذا أشياء وجدانية. أنا نحب نحكي لكم على الانتلكتويل الريفرنسيال. ما الذي يحصل؟ يعني الذي يحصل في دماغ، في ذهن يعني من ينتمون إلى هذا التيار، وهذه معطيات يعني عامة يعني تنطبق على العموم، مجموعة من الأوهام. هناك أوهام تحصل، هناك نوع من التشوهات الفكرية تحصل، التشوهات الذهنية، يعني تشوهات النظر إلى الواقع تحصل في الذهن وتصنع من هذا الشخص وتنقله من وضع إلى وضع يصبح إرهابي. شنو هي الأوهام هذه؟ أنا أحصيتها في 100 وهم، شو لكم 10 أوهام فقط. الوهم الأول، وبعض هذه الأوهام مشتركة بين الإرهاب باسم الدين والإرهاب باسم الماركسية والإرهاب باسم العلمانية والإرهاب باسم القومية والإرهاب باسم النازية والإرهاب باسم الفاشية والإرهاب باسم الصهيونية. يعني في يعني أوهام مشتركة وفي أوهام خاصة بالظاهرة الدينية. الوهم الأول هو وهم مطابقة النظرية للواقع. معروف أنه كل تيار فكري، كل مجموعة عقائدية، كل طائفة، كل نحلة عندها نظرية، عندها تصور للواقع، عندها رؤية للواقع. الأصل أن هذه النظريات وهذه الرؤى مستقاة من استقراء الواقع. يعني تولي عندنا أداة لفهم الواقع، الأداة هذه وقع استقاؤها من الواقع. عندما تصبح هذه النظرية مطابقة للواقع، والأصل أنها نتاج للنظر في الواقع، والأصل كذلك أنه كلما تطور الواقع نحين هذه النظرية باستقراء جديد. كي تولي النظرية هذه مطابقة للواقع وحاكمة على الواقع، ونحاول نخضع الواقع المقتضيات النظرية هذه، هنا خرجنا من التفكير الموضوعي، من حيوية الفكرة إلى الانغلاق. بدأ التطرف، والإرهاب أول ما يبدأ من خلال نوع من التطرف، نوع من التشدد في فهم الواقع. الماركسي اللي يتصور انه الاشتراكيه العلميه هي الاداه الوحيده لفهم الواقع وتفسير التاريخ، وكل ما عندها باطل. الاسلامي اللي يتصور انه عنده نظريه ورؤيه هي الوحيده القادره على فهم الواقع، وكل ما عندها باطل. هنا بدينا نخرج من الجانب الانساني الحيوي المفتوح في رؤيه حيويه اسمها ديما تتحين، وهذا تفكير علمي، الى العقائد والدغمائيات والوثوقيات. هذا الوهم الأول. الوهم الثاني وهم مطابقة التأويل للنص. يعني الإنسان في لحظة من اللحظات يصبح لديه وهم أن ما فهمه من النص الديني في السياق هذايا مطابق بمعنى النص، بل هو مطابق لمقصود صاحب النص. في المسائل الشعائرية والتعبدية هذا ممكن يكون صحيح، لأن العبادات تنحو نحو التوقيف، هي أحكامها توقيفية. لكن في كل ما له علاقة بالمعاملات،
بالحياة بإدارة الشأن العام لا يمكن لتصوراتنا أن تكون مطابقة للنص ومطابقة لمقصود صاحب النص. الأصل أنه الإنسان المؤمن اللي عنده مرجعية إيمانية دينية مهما بلغ من العلم ومن المعرفة ومن التقوى ويعني من الإخلاص لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتصور أن ما فهمه من النص مطابق لمقصود صاحب النص على وجه الإطلاق. الناس كلها تحاول تجتهد وتتأول وليس هناك تأويل يعني مطابق للحقيقة، كلها اجتهادات ومقاربة. عليك نقول هنا بخش مش المطابقة تعني التطرف. إذا كان رينا أن رؤيتنا لحقيقة الوجود أو لحقيقة النص الديني والحقيقة الدينية علاقة مطابقة، فهنا خرجنا من التفكير الإنساني إلى التطرف لأنه حصرنا الحقيقة في جهة معينة. الوهم الثالث هو وهم إضفاء صفة العموم على كل معاني النص. يعني القاعدة الفقهية المعروفة أو التفسيرية المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعدة هذه ليست قاعدة مطلقة، يعني يمكن نجيو احنا ناخذ معنى من المعاني، آية من الآيات، حديث من أحاديث اللي هو خاص ونعممه. التعميم هذا يمكن يكون مدخل للتطرف ومدخل لتحريف معنى النص وتشويه معنى النص. ناخذ مثال على هذا: جئتكم بالذبح، بقطع النظر عن صحة الحديث وقيل في هذا الحديث ما قيل. جئتكم بالذبح قيلت في سياق خاص وموجهة لثلاثة أشخاص، تعميمها على عموم المؤمنين والادعاء أن النبي جاء بالذبح وأن رسالته قائمة على الذبح، بل حتى تحريف الآية فذبح باسم ربك يعود فسبح باسم ربك. هذا كذلك نوع وهم من الأوهام، وهم منهجي، وهم ذهني اللي يخرجنا من دائرة التفكير المعتدل الموضوعي إلى دائرة التطرف. كذلك يعني حمل الخصوص على العموم وحمل المقيد على المطلق. الوهم الرابع وهم الانتقائية في فهم النصوص، نصوص الوحي. الانتقائية والتفسير الحرفي، نفسر المعاني تفسيرا حرفيا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني اللي ما شاهدش يلزم نقتله. يعني هذا الفهم الحرفي يؤدي إلى تحريف الرسالة لأنه فهم بسيط، فهم سطحي، ليس فيه جهد تفاهمي. المعنى الوهم الخامس وهم أحادية الحقيقة الدينية، أن نتوهم أن الحقيقة الدينية واحدة. الحقيقة الدينية ليست واحدة، حتى معنى التوحيد ومعنى صحيح معنى التوحيد معنى مطلق، لكن صورتنا عن التوحيد مختلفة. اليوم يعني المسلمين مختلفين، حتى السلفيين والأشاعرة وكذا، ثم اختلاف عقائدي حول أوصاف تتعلق بالذات الإلهية. دونك اللي تصور إنه الحقيقة الدينية واحدة يعني سقط في أقدار من التطرف ومن التشدد التي يمكن أن تفضي يعني لاحقا إلى سلوك العنف. الوهم الخامس، الوهم السادس هو وهم خطير جدا، أن يتوهم الشخص أن لديه تكليف رباني مطلق بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ونقلهم من الهاوية السحيقة إلى بر الأمان. هو يفترض أن الإنسان مكلف في دائرة ما يفهم، في دائرة محدودة، تكليفات محدودة. ليس لدى أي شخص تكليف مطلق يتعلق بكامل البشرية. التكليفات دائما محدودة في إطار جملة من المهام، يعني أنت مكلف بما تفهم، ماكش مكلف بأشياء يعني خارج إطار الفهم. وهذا يعني هذا التكليف المطلق هذا هو نوع من المهدوية ونوع من المسيانية. الإنسان يتصور روحه مسؤول على البشرية ويلزم يخرج البشرية يعني باش تؤمن وباش تقرب معناتها من الخير بأي الوسائل كانت. يعني وهم مشروعية تجاوز الإرادة الاجتماعية.
واحد فجأة يتصور أنه هو عنده شرعية دينية تجعله مكلفا بفرض الحقيقة على الناس، حقيقة اللي هو يتصورها دون المرور عبر إرادة الناس بالإكراه. أنا يعني هذا مشروعي، مشروع رباني إلهي مستقى بفهم وكذا، مش نفرضه على الناس، هذا من حقي، ولا يستفتى الناس في الحقيقة الدينية. باش نجيو نحطوا الصندوق وشكون مع ربي وشكون ضد ربي، شكون مع الإسلام وشكون ضد الإسلام وشكون مع الشريعة وضد الشريعة، يقول لك لا. يعني هذا وهم كذلك من الأوهام، وهم يعني مشروعية عدم الخضوع لاستفتاء المجموعة التي نريد أن نغيرها، نحب نغيرها ولا نستفتيها في هذا الأمر. وهم حصر الشريعة في العقوبات المغلظة، هذا كذلك من الأوهام الخطيرة. يعني تطبيق الشريعة بالضرورة يعني جملة من الممارسات اللي هي ولات ممارسات نمطية، ممارسات واجهة تاع فيترينا. الشريعة في عود الشريعة هي الحرية والكرامة والعدالة وأنه نعاونوا الناس على أنها تكون يعني متوازنة في نفسيا، مش ما تشربش، مش ما تعملش أشياء خارج عن غير مشروعة. تولي الشريعة هي مباشرة جملة من العقوبات المغلظة، جملة من الإجراءات الزجرية القاسية، هذه هي الشريعة. وهذا وهم من الأوهام. كذلك وهم استشعار الحقانية المطلقة، أنني من أهل الحق المطلق. وهم الغربة ووهم القلة، وهم الإسلام الذي بدأ غريبا ويعود غريبا فطوبى للغرباء. يعني أن الإسلام ما يرجع كان من طرف القلة المؤمنة التي يعني تعيد مجد الإسلام، وهذا لابد من مراجعة الحديث. يعني بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، هذا حديث فطوبى للغرباء، هذا حديث لا يمكن أن يفهم على إطلاقه. ما يعنيش أنه كل لحظة تاريخية يلزم الإسلام يعود من خلال الغرباء، القلة والغرباء، ومعنى ثقافة الغربة، ثقافة القلة، ثقافة العزلة. تاريخ الإسلام لا يشهد بذلك. أجزاء كبيرة من الجغرافية يعني دخلها الإسلام مش بالقلة الغريبة، بالعكس بالكثرة التي تدخل في تعارف التجار اللي يتواصلوا معناتها ويتحاوروا ويخالطون الناس ويختلطون بهم وبثقافاتهم. كامل آسيا انخرطت يعني في الإسلام بهذا الشكل. وهم الخيرية المتناقصة، خير القرون قبلي ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فهم محرف لهذا الحديث النبوي إن صح عن الرسول. يعني هذا الحديث فهمه على حرفيته وظاهره يؤدي إلى مسار تداول للتاريخ، التاريخ ماشي إلى الانحدار، بينما معنى الحديث بسيط وواضح. خيرية السبق، وهي خيرية استيفائية وليست كسبية. لو واحد منا يخيروها أنه عصر يعيش فيه، ربما اللي يحب يعيش في العصر النبوي ويحب يعيش في عصر كذا دونك يعني أن تكون أنت ولدت في هذا الزمن ليس بكسبك، مش كسبك أنت، ما عندكش فيه فضل. دونك خير القرون قرني المقصود به خيرية السبق، هي خيرية استيفائية. لكن الخيرية المكتسبة، خيرية الفعل والتفكير والبناء وما تصنعه بيدك وما تعمله، هي خيرية متواصلة إلى يوم القيامة. كذلك من زوز أوهام ونخدم بهم قسم الأوهام، وهم احتكار الخلاص الأخروي، أنك تنتمي إلى الفرقة الناجية، الفرقة المستأثرة بالخلاص الأخروي، المستأثرة بالرضا الإلهي، الفرقة الناجية. وبعدها احتكار الخيرية على الأرض واحتكار النجاة على الأرض، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. يعني هذه الأوهام عندما تختمر في ذهن الشخص ويبنى وعي الشخص بهذه الأوهام، الوهم يفضي إلى وهم آخر. ما الذي يصنع؟ إنسان عنده الأوهام هذه تشكلت في ذهنه إما بالدروس وبالخطب وباللقاءات وبالجلسات وبالأناشيد وبالفيديو وبالكتب اللي قراها. الأوهام هذه عندما تتشكل في ذهن شخص ما
تؤدي بالضرورة إلى صدام مع الواقع لا محالة. مش ممكن شخص تكون عنده الأفكار هذه ولا ينخرط في صدام مع الواقع. الصدام مع الواقع يؤدي إلى ثلاث أشياء. يؤدي أولا إلى إطلاق التكفير والتفسيق والتبديع على عموم الناس. أنا على حق والناس على باطل. أنا أريد الخير، أريد يعني أن يكون سلوكي يعني ملتزما بشرع الله والناس ضد شرع الله. دونك يحصل نوع يعني من المفاصلة. هذه المفاصلة تؤدي إلى عزلة، تؤدي إلى إدانة المجتمع، إدانة عموم الناس من خلال التكفير والتفسيق والتبديع وإطلاق حكم الردة. والخطير ليس في وسم معتقد الناس بالكفر، لكن من يوسم بالكفر ومن يوسم بالفسق وبالبدعة وبالردة حكمه انتفاء عصمة الدم والمال والعرض. يعني الناس اللي في باردو يعني أقدموا على قتل السواح من أي منطلق، من عقيدة، مش فقط كره هو لما ناس سواح وصليبيين، لا، من منطلق أن الكافر لا عصمة لماله ودمه وعرضه. دونك حلال أني أنا ونستهدف يعني السائحات هذوما اللي تقتلوا في باردو ناس يعني مسلمات، ناس عزيز غير قادرة حتى على الهروب ربما يعني يبتلى لأنه المعلومة السواح هم كفار والكافر لا عصمة لدمه وماله وعرضه. إذا قلت إطلاق صفة التكفير على عموم الناس، المفاصلة مع المجموعة، الولاء والبراء مع الدولة مع المجتمع مع المخالف. وفكرة الولاء والبراء فكرة أساسية، يعني أنك مش فقط تتبرأ من الأفعال التي تعتبرها أفعال كفرية وفسقية وبدعية، تتبرأ من أهلها وتجسد هذا التبرؤ من خلال المفاصلة في الواقع ومن خلال المرور إلى العنف عندما تكون هناك فتوى في هذا السياق. يعني السويت بتاع المنطقة اللي يسموها الكل يفضي بالضرورة إلى جواز بل ضرورة إيقاف مسار الباطل بالعنف بالقوة تحت مسمى الجهاد. في نهاية الأمر نجد أنفسنا في دائرة الإرهاب الذي لديه كل هذه يعني المسوغات التي ذكرناها. وإذا وافق يسموه هذا هدايا اللي يحصل في الذهن، إذا وافقه المحفزات التي ذكرناها هذيك التلفزيون اللي ذكرناها، أنه المجتمع نتاعك مجتمع لا يرحب، والدولة نتاعك دولة قمعية، وفشل الديمقراطية والفقر والبؤس والثورة ما جابت حق شيء، ويعني الإعلام اللي هو يثير القضايا الدينية بشكل مستفز، واللي لا يحرم هالأجواء هذه الكل، المناخات المتسممة هذه الكل تزيد من تعميق المنطق هذا في التفكير، تزيد ترسخه تعطيه مشروعية. وفشل من يحسبون على الاعتدال وعلى كذا، يعني المناخات هذه الكل تغذي هذه الطريقة في التفكير، ويتحول الشخص إلى قنبلة متفجرة وإلى قاتل وإلى ذباح. في الأخير شو اللي ممكن معناتها نقوله باش نختم يعني المسألة هذه؟ شو العلاج؟ كيفاش ممكن الطالب، كيفاش ممكن الحركة الطلابية تحمي الطلبة من السقوط في هذه الدوائر، دوائر اليأس ودوائر التطرف ودوائر الغلو ودوائر التكفير ودوائر العنف؟ لأن الطالب اللي انخرط في الشيء هذا يتوهم أنه سيبني يعني دولة الخلافة على منهج النبوة، ويعمل يعني إدارة التوحش ويدمر دولة ويبني دولة جديدة قائمة على العدل والرحمة والمساواة. وفي الواقع هو يدمر نفسه ويدمر مجتمعه ويدمر كل أسباب المناعة في مجتمعه. نحن دول قطرية، نحن دول من مخلفات الاستعمار. هذه الدول القطرية غير قادرة على مواجهة يعني مخططات الاستعمار إلا إذا كانت يعني موحدة مجهزة بالعلم وبالمعرفة. يعني مواجهة
من يفترض أنهم يعني قوى الشر بالأسلحة التي يصنعونها وبالإلكترونيات التي ينتجونها. هذا ضرب من العبث وضرب من الوهم وضرب من الباطل. كل حركاتنا وسكناتنا مسجلة لدى دوائر يعني الرقابة ودوائر الاستخبارات. الفيسبوك هو يعني نحن نقدم خدمات، يعني نحن يعني نكشف كل مشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا يعني أمامهم. يعني في نهاية الأمر يعني تعزيز المعرفة العلمية مدخل من مداخل يعني مقاومة الإرهاب. أجواء الثقافية يعني يكون داخل الحركة الطلابية النوادي الثقافية، نوادي الحوار، نوادي التفكير. وأنا هنا في كلية الهندسة نحب نقول حاجة ربما تستفزكم، يعني إنه على مستوى الطلبة المورطين في العنف وفي الإرهاب الأغلبية ليسوا من كليات العلوم الإنسانية بل من كليات العلمية، الهندسة والعلوم الصحيحة. يعني لا يعني هذا إنه يعني هذا خطأ العلوم، لكن راه لا غنى لنا عن حد من الثقافة الإنسانية. اللي ما قراش رواية وما يقراش الشعر وما عنده حتى يعني معرفة حول التاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأنثروبولوجيا، راه تكوينه العلمي غير كاف. التكوين العلمي الصحيح التقني غير كافي لمواجهة قضايا الواقع. وتخرج دكتور يعني في الهندسة ودكتور في التقنيات الدقيقة، يعني تجي قدام قضية من القضايا الإنسانية الدينية الفكرية الاجتماعية، ويعني لا تكون لديك العدة المعرفية لتفهمها. القضايا الإنسانية اللي متحركة. يعني أنا أدعوكم إلى يعني الأخ الأمين العام أنكم تعملوا نوادي في الأنثروبولوجيا، نوادي في علم الاجتماع، نوادي في علم النفس، نوادي تاريخ مهمة جدا. آخر حاجة نختم بها الصورة مجازية، أو عندما نتوهم أن صورتنا عن التاريخ، عن الحياة، عن الناس، عن البشر، عن الأفكار مطابقة لما عليه الأشياء، فرانا بدينا ننحرف إلى التطرف. أجمل صورة تلخص معنى الحقيقة هي صورة لمولانا جلال الدين الرومي الذي يعتبر أن الحقيقة، يقول: مثل الحقيقة كمثل مرآة سقطت من السماء فانقسمت إلى 1000 قطعة، حمل كل إنسان قطعة وذهب مزهوا بها ظانا أنها الحقيقة. والحقيقة أن الحقيقة هي جماع كل تلك القطاع. يعني كل واحد منا عنده شوية من الحقيقة، لقشة من الحقيقة هذه، أفراد وأحزاب وجمعيات، كل واحد يتصور أن اللقشة هذه هي الحقيقة المطلقة. قد دخل في التطرف ولا يمارس الإرهاب الفكري على غيره، والإرهاب الفكري يفضي إلى الإرهاب المادي. وعلاش اختار مرآة في السماء؟ مرآة في السماء يعني في البداية كأن الحقيقة في السماء، وهي لا، هي مرآة في السماء، لأن الحقيقة دائما متعالية لكنها تعكس ما في التاريخ. الحقيقة بحالها في الدنيا في حياتنا. اللي يحب يفهم الإرهاب يفهمه في الواقع، يعيش في الواقع، ما يسقطش عليه أفكار نظرية مسبقة. الحقيقة في التاريخ تعيش معنا، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. نحاول أن نفهمها لنفهم أنفسنا ونفهم الواقع. وشكرا لكم.